خلال شهر رمضان المبارك ومع الصيام بتصير في تغيرات كثيرة بجدول تمارين الرياضيين بشكل عام، وخصوصا في فترة المنافسات وقبل المباريات. رح نتعرف اليوم على كيفية التعامل مع الصيام مع الحفاظ على لياقة اللاعب وقوته. طبعا معنا لاعب فريق النواعير لكرة السلة شهم عجوقة، بنتابع كافة التفاصيل مع رامي عزو. كلنا بنعرف إنه شهر رمضان المبارك هو شهر الخيرات، وإنه أغلب الناس بيزيد وزنها بهذا الشهر. وكلنا بنعرف إنه لكل قاعدة استثناء، والاستثناء اللي حنحكي عنه اليوم هو التحدي اللي عاشه شهم عجوقة خلال شهر رمضان المبارك، وكيف قدر يستثمر الشهر لتطوير بنيته الجسدية. وأكيد حيعرفنا شهم بالبرنامج اللي اشتغل عليه وعلى الصعوبات يلي واجهها ومين كان قدوته. بالنسبة لشهر رمضان الكريم، أول شيء أنا كنت حابب أكسر قاعدة إنه نحن شهر رمضان هو أكيد شهر الخير والخيرات وشهر الأكلات الطيبة والحلويات وهيك. أنا حبيت أكسر هاي القاعدة، إنه نحن بدل ما يعني مثل ما أغلب العالم بيصير معهم بيزيد وزنها بشهر رمضان. حاولت ليش بدنا نستفيد من فترات الصيام اللي هي رح تساعدنا لنظامنا الغذائي، وبنفس الوقت الفترات الإفطار يكون كلياته شيء صحي وللجسم. فحبيت فوت في التجربة، وجربتها طيل شهر رمضان. تقسيمة يومي كانت عبارة عن إن أنا أفيق من النوم، أي حدا عنده شيء غير الرياضة طبعا. الصبح بشتغل الشيء اللي أنا عندي إياه. كانت مقسم أسبوعي 3 أيام عندي جيم قبل الإفطار، و3 أيام عندي كارديو بالملعب البلدي، وبعد الإفطار كان عندي تمرين ثابت مع فريقي بالصالة هون. وجباتي كانت ما كتير هو النظام الغذائي المعقد، من أقول هو السمبل يعني. تبعد عن موضوع الحلويات، تبعد عن موضوع الخبز، تبعد عن موضوع الشغلات المضرة لجسمك. وبنفس الوقت أنا كنت هذا رمضان مقضي يعني هو بدون أهلي، مقضي لحالي بالبيت. فخلينا نقول جربت الحياة البروف شوي، انه يومك عبارة عن نوم وتمرين واكل صحي وشغل. ونجحت التجربة كثير معي الحمد لله، لقيت نتائجها اخر رمضان. صدقني، كل التعب اللي بتتعبه انت اثناء الشهر والحرمانات اللي بتحرم حالك منها وهيك، كلها بس تشوف نتائجها تنسى كل التعب اللي تعبته. كانت نتائج كثير حلوة بالنسبة لي. جهزت اكثر بما انه انا هلا جاي على مرحلة فاينل فور مع فريقي، ومرحلة كثير مهمة. وبنفس الوقت انا شايف مقوله انه نحن التغيير بيبدا من التفكير. فانت المنتاليتي اللي عندك كيف بدك تعليها وتشوف العالم برا شو بتشتغل، تصير تفكر مثلهم لحتى تصير تشتغل مثلهم. وانا بلشت بهذا الشيء، وان شاء الله رح يساعدني كثير لقدام لاوصل للمحل اللي انا بدي اياه. وبسمع لك انا بلش تغيير فكرك لتغير شكلك ولتلاقي نتائجك لقدام وبس. هلا هو بصراحه الاساس بالحياه الرضا، بس الرضا لحد ما انك انت بس تشوف شكلك كيف صار. هون انت قديش انت رضيان عن حالك. انا كان عندي يعني من باب الذكر عملت صور لي قبل الشهر الفضيل وبعد شهر رمضان. ورجيت حالي انه مدى الاستفاده، ورجيت العالم قديش يعني خلينا نقول لاي حدا يستفيد قديش انا قدرت استفيد من شهر رمضان، وقديش انا قدرت اغير بشكل جسمي. اللي بيشوف الصور ما بيقعد بيطلع على الوزن. انا قدرت انحف كيلو واحد بس بمحافظ على كتلتي العضليه اللي هي طبعا متواضعه بالنسبه لاني انا لاعب باسكت. وشفت النتائج كثير كنت مقتنع فيها. وبالنسبه لكيلو فهو كيلو دهون خسرته وحافظت على كتلتي العضليه مثل ما التزمت. هلا اشوف هي بصراحه بالاخر هي مو موضوع شهر رمضان او غيره، هي لايف ستايل. بس بما انه هي كانت برمضان كثير صعبه او صعب على اي حدا، مثل ما بنعرف المغريات برمضان على سبيل المثال معروكه ما جربتها الشهر، ولا جربت الجلاب، ولا جربت المقالي. هذول كانت شغلات اساسيه عند اي حدا، يعني هي شغلات طبيعيه. اول شهر بتجرب اني انا احرم حالي منهم، اكون بعيد عنهم. كثير عالم قالوا لي انه هو الموضوع صعب. لا، هو بصراحه سهل، ومثل ما قلت لك بس تشوف نتائجه لهذا الشيء اللي انت عم بتساويه. بتنسى كل التعب اللي تعبته.
هو شيء مو بس الرياضيين، لازم يعني كلياتنا الجسم هو رسمان البني ادم، لازم كل العالم تفكر شوي بصحتها وبجسمها. ما انا بحكي بموضوع الحرمان بس تخفيف، لانه بالاخر جسمك هو رسمالك بالحياه كلياتها. وكنت انت رياضي بتلعب باسكت فوتبول او ما انك رياضي تروح على شغلك، جسمك لازم يخدمك وانت بنفس الوقت لازم تخدمه، تخفف من شوي من الشغلات المضره. وبرجع لك هو الموضوع ابدا ما مستحيل. هلا اول شيء انا يعني كلاعب صغير، يعني انا اليوم انا اصغر لاعب بفريقي، لسه بكير علي لأقدم نصيحه او هيك شيء، بس انا بشوف عالم وبقتدي فيها. من فريقي لأنس شعبان اليوم بنشوفه بعمر 40 سنه كيف جسمه، ولبرا عالميا انا حتى لو كان غير لعبتي قدوتي هو كريستيانو رونالدو، مع اني من انصار ميسي وبرشلونه، بس قدوتي هو كريستيانو رونالدو لللايف ستايل اللي عامله ولاهتمامه بحاله. برجع بقول لك تغير طريقه تفكيرك وتصير بتفكر مثل هدوليك العالم لحتى تصير مثلهم. بلش تفكيرك وبتخلص التمرينه.